أيها العميقون منورون، أيها العميقين منورين. موضوع النهاردة هنتكلم عنه موضوعنا النهاردة هيكون عن حضرتك المصري. تخيل هنتكلم عنك النهاردة. أنا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المصري أصلا بني آدم عميق. هتبص على العميق. ليه بيقولوا عن الشعب المصري شعب ملوش كتالوج؟ يعني لو دورنا في الصين مثلا هنلاقي ان الصيني نازل بكتالوجه. لو سمحت واحد هولندي بكتالوج من فضلك. المهم انا قاعد بعمل الكتالوج عن هذا المصري، يعني في النهايه هطلع بكتالوج. عشان الناس اللي بتقول لك المصري ملوش كتالوج، ليه ضمان. مصر طول عمره معروف بجبروته وبقوته. يصلي العشاء وينزل يسكر، بيلعب رياضه وبيدخن، ملتزم جدا في بيته ومصاحب 3 4 5 6. راجل ده انت عندك 15 اكونت فيسبوك. الطير الحزين، الطير المسافر. انت راجل عميق وبتفهم في الذوق وبتفهم في الاصول، ودي اللي خلتنا نبص المصريين بعمق شويه. وبتفهم في السباكه وبتفهم في النجاره وبتفهم في التكنولوجيا. مفيش مصري تساله على حاجه ويقول لك معرفش. ماله يعني الكاسيت ماله؟ عنده فتوى جاهزة لكل شيء. اسأله في أي حاجة في الدين يجاوبك. يفهم في الكورة ولا عاجبه حكام ولا مدربين ولا لعيبة. هو الأخ مش معانا برضه؟ معاكم فين؟ في اللي احنا بنقوله ده. طبعا مستنيين علاقة المصري بالستات. أيوة شد أروحك. المصري لو بصيت له بعمق في علاقته بالأنثى هتلاقي في حاجة مش منطقية. عنده هوس إن كل الأجانب بيموتوا فيه كمصري. أنا أول ما شفتك حسيت إني أعرفك من زمان محمد. أول ما عرفت إنك مصري حبيتك أكتر. ده المصري ده عميق عمق. يعني إزاي يبقى عندك سكر وضغط وقلب وكلى وعايز تتجوز؟ علاقته بالشغل. الوحيد في العالم اللي ما بيشتغلش بشهادته. يبقى خريج طب وشغال محاسب، خريج حقوق وبيلعب مزيكا، خريج هندسة وشغال شيف. اوعوا ادونا فرصة بقى. لو هو موظف علاقته بالشغل البصمة. يعني انا طالما رحت وبصمت في ميعاد انا عملت شغلي الحمد لله. بروح اعمل ايه ده موضوع جانبي بقى. المهم ان انا رحت برضه. احنا شغلنا بسيط جدا، بيبدأ الساعة 7 وينتهي الساعة 7. ده ايه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ ما اقولكش على مواعيده. احنا ملتزمين جدا في مواعيدنا. احنا معروفين بالتزامنا في الميعاد. انا جيت لك اهو. امتى بقى الساعة كام مش مهم. ما عندوش احساس بالوقت. ثانية واحدة وابقى معاك. الثانية ثانية يا مؤمن يمكنك 4 أيام. ما عندوش للوقت وحدة قياس محددة. وفي فرق عنده بين اللحظة والثانية. يعني لو قالك ثانية واحدة غير لحظة واحدة، غير دقيقة، غير شوية دي في المطلق. صحيت الصبح الساعة 7 بالليل كده. بدري لا بدري. وبعدين المواصلات. المصري عامل موسوعة لوحده في المواصلات. يعني الاتوبيس ساعته الرسمية في اي دولة على عدد الكراسي 60 او 56 يعني. ولو اتملى شوية وناس وقفت في الطرقة هيبقى فيه 100 بني ادم. ال100 بني ادم دول بيبقوا على باب الاتوبيس ومتعاونين جدا. منتهى الرشاقة. لو سمعت كلمة حد نازل بتحس ان الناس اتشفطت ورجعوا فرشوا تاني. خش واحمي ظهرك، احمي ظهرك. اوكي ويت. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا شفت ناس ملزوقين بوسترات على باب المترو. يعني الراجل باب المترو بيقفل وعلى وشه وهو عامل كده. احيانا بتخش بوضع ما ينفعش تتغير منه، تفضل واقف ثابت فيه لحد ما تيجي محطتك. انت قول انا نازل بس هتلاقي نفسك اول ما تلاقي ارض تحتيك تتحرك. هو غالبا المصري بيحب يحتفظ بكل حاجة. يعني ما بيرميش حاجة. حتى اكياس الكاتشب اللي بتيجي في الاوردر بيحطها في الثلاجة. ما بياكلش كاتشب، ما بيحبوش. تشيله. جايز يجي لي ضيف بيحب الكاتشب ارضعه كاتشب. المصري الوحيد اللي تفتح عنده دولاب النملية تلاقيه مليان برطمانات مربى. المطبخ بقى مليان برطمانات فاضية ومصر على جمع المزيد. لما يشتري حاجة جديدة بيشيل الكياس والشنط، ويا سلام لو شنطة كرتون بقى، ويحطها تحت المرتبة. يعني يشتري جزمة جديدة ما يرميش القديمة، تعز عليه. وعنده برضه شواية وكيلو فحم. مفيش لحم. انت جايب شواية ليه؟ هو بعينه بغباوته وشكله العكر. هو المصري الوحيد اللي بيحط ريموت التكييف او ريموت التلفزيون في جراب بلاستيك. يعني هل لو رحت سويسرا هلاقيهم حاطين ريموت التلفزيون في جراب؟ المصري الوحيد اللي بيعضعض حجارة الريموت، بيحلبه قبل ما يخلص. شاي. مصري شاي. زهقان اشرب شاي، جعان اشرب شاي. أنت شاطر في كل حاجة.
يعني يقدر يقنعك بالشيء وعكسه في نفس الوقت. يعني المصري في الشتاء يقول لك انا بحب الصيف جدا، وفي الصيف تلاقيه يقول لك يا ولا يوم من ايام الشتاء واجري تحت المطر. وليه المصريين عايزين يجروا تحت المطر؟ طب ده ومريض نفسي، انت بقى قلع هدومك ومهزق نفسك كده ليه؟ يا باشا انا مصري. مش بقول لك مصري؟ عنده عزيمه كده المصري، يقول لك انا خدت قرار ولازم اقوم اغير هدومي. هي لايك وزود العميقين عميق. عايزك وانت بتعمل لايك اعمل لايك بعمق، يعني اتعامق كده وانت بتعمل لايك. بس في ميزة في هذا المصري مش موجودة في حد. المصري ما بيجيبش ورا، المصري ما بيخافش، المصري ما بيطلعش يجري. قوي شجاع مقدام. بحر احمر وملاحة برية، بحر احمر وملاحة برية، وما عنديش طلقة مجلية، وما عنديش طلقة مجلية. دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا، دلوقتي بيسمعوا حكاياتنا، صعقة اتعملت للرجالة. لو انت كمصري شايف ان في تصرفات غريبة انت بتعملها، يا ريت تشرفنا في الكومنتات وتقول لنا عليها. وانا من البلد، بلد ابويا وجد جدي. يا ريت تساعدونا في التعليقات، اللي عنده اي كومنت يقدر يحطه في الكتالوج اللي هنعمله للمصري يساعدنا. اشوفكم الحلقة الجاية.